بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بيكم حبايبنا طلبة وطالبات سينيور 2. النهاردة هنبدأ آخر تشابتر عندنا وهو هيدروداينامكس. هنبدأ مع ليسون 1. يلا بينا. أول question بيقول Question number 1. The number of streamlines of a liquid passing normal to a unit area surrounding point أو surrounding this point. ده concept كنا بنقوله عليه rate of flow أو velocity of flow. خلاص، يبقى هتبقى أنهي answer عندنا؟ أدور على rate of flow، تمام كده، أو velocity of flow. يبقى عندنا velocity of flow، يبقى velocity of flow. Question number 2. A tube of water, its area decreased to quarter at its end terminal. So the ratio between the velocity entering to velocity of exiting. ده question مرتبط. طالما decrease to quarter، طالما decrease يبقى ال velocity increase. خلاص كده، حلو جدا. فهو عايز V in اللي هي البطيئة على V out اللي هتخرج سريعة. يبقى هنكنسل اللارج، هي واحدة من الاتنين. طب decrease to quarter هناخد بعد كده في حاجة اسمها continuity equation ان ال velocity inversely مع الاريا، فالاريا decrease للكورتر يبقى ال velocity increase لأربع أضعاف، فتبقى الانسر عندي هتبقى C. ان هو عايز velocity entering ل velocity exiting. Question number 3. When the velocity of liquid in a tube is measured, قسنا ال velocity, the value of the velocity at a certain point عند نقطة معينة at this moment في اللحظة الحالية تو 8 meter per second, and at another moment at the same point 9. يبقى كده في change في ال velocity، يبقى ده مش steady flow، يبقى ده turbulent flow. يبقى number 3 هتبقى A. page اللي بعديها هنبدأ بقى lesson 2. lesson مهم جدا، بيجي كتير في الامتحانات. The velocity of light is inversely proportional to the cross-sectional area. الراجل بيقول لك ال continuity equation ان ال V inversely مع الاريا. الراجل واضح وصريح، كلام جميل. This statement related to ايه؟ ده تعريف او ده definition بتاع continuity equation على طول. ما هوش rate of flow ولا Pascal principle ولا Archimedes principle. The unit of measuring liquid mass of flow كنا واخدينها في lesson 1 كيلوجرام per second. خلاص كده ماشي. طيب هتبقى الانسر دي. لو كان عايز volume rate of flow كانت هتبقى متر كيوب per second. If the velocity of water in a tube of internal دي يعني يقصد بيها الديامتر، بدليل ان ده سنتيمتر، ده لينس اهو. يبقى دي كده دي تيوب ار اللي هو الديامتر 1.4 ديت V1. عايز rate of flow. rate of flow ايه هو؟ ال rate of flow of water وكلهم متر كيوب بير سكند. انا عايز كيو في. الكيو في يا جماعة هي فوليوم على تايم. ايوه، الفوليوم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن length times area over time. length over time يديني velocity، يبقى V في A او A في V. فانا عايز الاريا. الاريا بتساوي ايه؟ يبقى باي R square times ال velocity. يبقى هنعوض
الباي 22 over 7. الراديوس خلي بالك الراديوس ايه؟ ده عندي الديامتر، يبقى الراديوس الهاف بتاعه راديوس 0.7 سنتيمتر، يبقى 7 times 10 power negative 3 square times 4. تعالى نكتب الكلام دوت، تطلع بكام الانسر؟ يطلع ب 6.16 times 10 power negative 4. تبقى الانسر عندنا B. Question 4. The ratio between areas of inlet فتحة الدخول outlet الخروج للتيوب 3 to 4. جميل. The ratio between velocity يبقى 4 to 3 عكس الان والاوت على طول، يبقى 4 to 3. ليه؟ لان ال V related inversely مع الاريا. خلاص، هتبقى V1 على V2 equal A2 على A1، فهنقلب الريشيو ديت. Tube of radius R, a liquid flow in it by velocity V. يبقى ده كده الراديوس بتاعه R، radius بتاع فتحة الدخول ديت ب R وماشي داخل بسرعة V. is branched into two similar tubes of radius half R. يبقى هنا التيوب ديت صغيرة بهاف R وديت بهاف R. for each the speed of flow at any branch. طبعا دول equal branches، فبنقوله حسب ال continuity equation A1 V1 equal عدد البرانشز في ارية واحد في الفيلوسيتي المطلوبة. تمام تمام. هنا الباي هتطير مع الباي، كلام جميل. يبقى ار سكوير، يبقى راديوس سكوير ده الراديوس بتاعها في فيلوسيتي في equal عدد البرانشز 2 في الاريا بتاعتها اللي هي r over 2 نص ال r power 2 في v2 اللي احنا عايزينها نعمل لها calculation. والله ديت هتبقى v في r2 r power 2 وديت r power 2 الكورتر بتاعها مضروبة في 2 تطلع بهاف، يبقى r square over 2 times velocity square. ال r هتطير مع ال r يبقى ال velocity هتزيد هتبقى twice v، فتبقى ال answer A. Question number 6. The speed of water in a tube في ال inner diameter 1.4 centimeter يبقى 0.7 centimeter the radius، كانت ب 4 meter per second، عدت علينا قبل كده، كان الانسر 616 times 10 power negative 4 meter cube per second. خلاص، يبقى ديت كانت معانا قبل كده في الاكزامبل سابق. متر كيوب. الكويستشن اللي بعديه The graph represents the relation between continuity equation. والله انا عايز ال V inversely مع ال area، يبقى ما عنديش direct area، يبقى inversely مع ال radius square. خلاص كده، يبقى دي لأ ودي لأ ودي لأ لأن دول دايركت. خلي بالك، لحظة لحظة لحظة، يبقى دي لأ عشان دايركت ودي لأ عشان دايركت. هنا inversely. طيب ايه الوضع؟ هو هنا 1 over area 1 over area هو ال velocity مع ال area inversely، لما مع 1 over area direct 1 over area اللي هي 1 over r represent يعني ليها، هتبقى الانسر نمبر دي. خلاص، لانه مفترض مع الاريا inversely يبقى ال velocity مع 1 over area هتبقى direct، فدي كده غلط.
طب لو فكينا ديت يبقى 1 over باي r سكوير والباي كونستانت فتبقى 1 over r، العلاقة مع 1 over r سكوير. خلاص كده فتبقى دايركتلي اللي هو الجراف نمبر دي، وده سؤال حلو جدا. Question number 8. If the velocity of water in a tube of diameter 1.4 متكررة للمرة الثالثة، يبقى الانسر عندنا بي. معناه ان السؤال ده اتكرر كتير في امتحانات قبل كده، لان دي اسئلة امتحانات سابقة. طيب الكويستشن اللي بعديه نجيبوا البيج اللي بعديها، ده question number 8. ناخد question number 9. Tap filled the tank in 1 hour. حنفية بتملى التانك في ساعة. حنفية تانية بتملى التانك في half hour. جميل. While a third filled the tank in third hour. If both مش both بقى if all of them are opened in the same time، كلهم اتفتحوا في نفس الوقت، هيملوا التانك ده في تايم قد ايه؟ تعال نحلوا الاكزامبل دوت. انا عندي واحدة بتملاه في ساعة، خلاص، واحدة بتملاه في نص، واحدة بتملاه في تلت. حلو كده؟ حلو. يبقى لو انا عندي 3 تاب الاولانية شغلتها، والتاب التانية والتاب التالت، حلو كده، وشغلتهم التلاتة مع بعض 1 اور، ده يملى كام تانك؟ 1، وده يملى كام تانك؟ 2، وده يملى كام تانك؟ 3. ليه؟ لان ده بياخد سيرد اور، ففي ساعة يملى 3 تانك، وده بياخد هاف اور يملى التانك، طب في ساعة يملى 2 تانك. خلاص، يبقى لو شغلتهم كلهم في ساعة يملوا 6 تانكس. تمام كده؟ يبقى كلهم all of them لو شغلتهم 1 hour time يملى لي التانكس، يملى لي 6 تانكس. طب يملوا لي 1 تانك في تايم قد ايه؟ بس خلاص، يبقى التايم هيساوي ايه؟ هيساوي 1 times 1 over 6، يبقى 1 over 6 hour. نبص كده على الانسرز، كام 1 over 6؟ نشوفها كده، 1 over 6 تطلع لي ب 0.1 و 6 كتير، يبقى الانسر هيطلع عندي number A. طيب تعالى كده نشوفه، نحاول نحلها بطريقة تانية، وهي ان انا عندي الكيو في هي كيو في 1 بلس كيو في 2 بلس كيو في 3. دي بتملى الفوليوم على تايم معين احنا عايزين تايم ده. دي بتملى التانك نفس الفوليوم في 1 اور، وهنا هشتغلها بالاور، ودي بتملى نفس الفوليوم في هاف اور، ودي بتملى نفس الفوليوم، وديت V over third. طبعا الفيهات هتطير، يبقى 1 1 1 1، يبقى 1 over T equal 1 over 1 1، 1 over half ب 2، 1 over third ب 3. حلو كده، يطلع بكام؟ يطلع ب 6، يبقى 6 over 1. يبقى لو قلبنا ديت تايم على 1 يديني 1 over 6 hour، يطلع نفس الحل بتاعنا اللي هو 0.16 كتير. خلاص، يبقى الانسر بتاعنا خلاص بقى واضح انه number A. If water flow across pipe by a rate 10 liters per minute، جميل، with velocity كذا،
يبقى دي لازم يحصل لها convert من لتر per minute لازم تتحول لمتر كيوب per second. طب التحويلة ديت فيها كام؟ هضرب في 1000 ولا divided 1000؟ divided 1000 عشان احول من لتر لمتر كيوب، ومن minute لسكند times 60. يبقى التحويلة بتاعتي هتبقى بهذا الشكل times 10 power negative 3 over 60. واعطيني ده الريت. حلو كده، هيبقى ايه بالمتر كيوب per second، فيبقى ده كده الكيو في. عايز الاريا، يبقى الاريا بتساوي ايه؟ equal كيو في over velocity. يبقى 10 times 10 power negative 3 divided 60 على ال 5، واللي يطلع يبقى ديت الاريا بالمتر سكوير مباشرة. نعمل الكالكوليشن بتاعتنا 10 times 10 to the power negative 3 divided 60 over 5، تطلع الاريا بكام؟ ب 3. 33 times 10 power negative 6، يبقى الانسر عندي نمبر دي. الكويستشن اللي بعديه ده كان في سؤال في امتحان سنة 2021 إدارة المنتزه. ده جراف بيوضح graphical relation between volumes. يبقى أنا عندي volumes خلال time، يبقى السلوب عندي volume over time يديني QV ل two different liquids that flow into two different tubes A and B. تمام؟ حلو جدا. أعطيني a ratio between the densities of the liquids respectively. يبقى دي الدنسيتي بتاعت الليكويد اللي في A to the density بتاعت الليكويد of the B 2 to 1. عاد الريشيو between mass of flow. احنا عرفنا ان السلوب هيطلع بايه؟ السلوب هيطلع بالكيو في. لو انا قسمته على الدنسيتي يديني مين؟ قسمته ولا ضربته؟ تعال نشوف كده. انا عندي الكيو ماس، كيو ماس على الكيو في يديني الدنسيتي، يبقى تايمز مش ديفايد. يبقى السلوب لو انا عملت له times density يديني ال QM، وهو المطلوب. عايز ratio between the mass of flow for each of them. عايزين QM لل A QM لل B. تعالى نحسب السلوب الأول. السلوب بتاع ال A هيبقى كام؟ 3 minus half. هنا اهو ناخد النقطة دي والنقطة الأوريجين QV A تساوي كام؟ 3 minus 0 على مش موجود عندي T minus 0، مش مشكلة، فتطلع ايه؟ ب 3V يعني. تمام، 3V over T. طب بتاع البي هنا اهو بكام؟ V minus 0 على T minus 0، فتطلع ب V over T. فلما اعمل division لل 2 QV على QVA على QVB تطلع ال V وال T هيطيروا مع بعض، تطلع ب 3. حلو، كلام جميل. يبقى انا عندي QVA ل QVB تطلع ب 3 to 1. عايزين نضربهم في الدنسيتي بتاعت ال A على الدنسيتي بتاعت ال B، تتضرب في 2 over 1، فتطلع الريزلت بكام؟ 6 over 1. ايوه هي ديت ال QM، يبقى QM هتطلع 6 to 1. طبعا سؤال فيه شغل كتير، سؤال عالي شوية. هنا question تاني number 12. جراف بيوضح relation between velocity والreciprocal of area for two liquids in a steady flow. تمام كده؟ حلو. طب لو انا خدت السلوب يديني ايه؟ السلوب يديني ال QV اللي هي rate of flow او volume rate of flow.
طب تعالى كده نشوف السلوب بتاع الاتنين يساوي ايه. يعني كيو في اي، كيو في لل A over ال B تطلع بايه؟ يبقى سيتا A على سيتا B tan 60 to tan 30. يلا بينا نروح نشوفوا الانسر. tan 60 tan 30 ب 3. يطلع الريزلت ب 3 to 1. يعني الفوليوم ريت بتاع ال A 3 اضعاف ال B. فوليوم فلو ريت، ايوه فلو ريت معدل السريان لل A ب3 اضعاف، لان ال QV هي الريت اوف فلو او الفلو ريت. خلاص كده يبقى ال B. كلام جميل. طبعا امر الريت اوف فلو بتاع ال A اكبر. تمام كده. هنا بيقول لي سبيد اوف B، ما عنديش الاريات عشان اجيب السبيدز. ولو بالمقارنة كده السبيد هتبقى دبل. يعني لو هنا بواي يبقى هنا بدبل واي، لان الانجلز هنا دبل هنا. ماشي. اذا فلو ريت اوف بي دبل، لا هي الانسر السليمة ريت اوف فلو اللي هي بتعبر عنها الكيو في. خلاص كده. ويعبر عنها الكيو ام برضه، بس لو قسمنا على الدنسي يديني الكيو في، يبقى ريت اوف فلو للاي 3 اضعاف البي. two volumes of different liquids. هنا liquids مختلفة flow through two tubes. The ratio between their densities. خلاص يبقى لو سمينا ده A وده B يبقى 1 to 4A 1A و 4B. The volume of the first liquid twice the volume of the second. كلام جميل. خلي ده 1 وده 2 وده 1 twice ال A ال 2. كلام جميل جميل جدا. يبقى انا عندي density 1 density 2 1 to 4 velocity 1 velocity 2. مين الكبير؟ الفوليوم اسف، ده الفوليوم. volume of the first twice يبقى ده الكبير ل 1. هو عايز ايه بقى؟ عايز time 1 to time 2. كلام جميل جدا جدا. طب هعمل ايه؟ عايز time 2 بس بيقولك mass rate of flow is constant، يعني الاتنين عندهم نفس الماس rate of flow. دي اللي هنبدأ منها الحل بتاعنا. الماس بتاع ال A QM بتاع ال A بتساوي ال QM بتاع ال B. طب ال QM بتساوي ايه؟ density في QV. density في QV يعني في volume over time هتساوي density للتاني في volume over time. هودي التايم ده هناك يطلع فوق، اودي الكلام ده ينزل تحت، يبقى density 1 volume 1 على density 2 volume 2 يديني time 1 over time 2. شكرا. ابدأ بقى احط الارقام. density 1 ب 1 volume 1 ب 2 density 2 ب 4 volume 2 ب 1 يطلع 1 to 2 يعني half. يبقى الانسر عندي number C. A tube of water entering a house. أنبوبة ماسورة مياه داخل البيت. If you know that the velocity of exiting water اللي طالعة من الحنفية مياه 16 times the velocity entering. يبقى في ماسورة داخلة للبيت وفي ماسورة بيتم استخدام مواسير أضيق في أضيق لحد ما تطلع من عند البيت أضيق ماسورة. فكانت السرعة 16 ضعف المية اللي داخلة من العمومي. عايز الريشيو ما بين الراديوس اوف ذا تيوب. حلو جدا. هنعمل ايه؟ وعايز راديوس 1 تو راديوس 2 تساوي ايه ديت؟ تساوي روت الفيلوسيتي الثانية على الفيلوسيتي الأولانية. جبنا القانون ده منين؟ من الكونتينيوتي يا حبيبي. V1 على V2 كانت بتساوي ايه؟ بتساوي area 2 على area 1. جميل. فك ديت باي R سكوير 2
باي ار سكوير 1. الباي هتطير فتبقى بتساوي R2 سكوير على R1 سكوير. طب لو قلبنا دوت يبقى ده يتقلب، يبقى V2 على V1 وده سكوير. حلو جدا. يبقى انا عايز الار، هاخد روت المعادله ديت، وروت المعادله دي تطلع لي المعادله بتاعتنا ديت. شكرا. حلو. مين V2 اللي هي السرعه عندنا احنا في البيت، ومين V1 السرعه في العمومي. تمام كده. وده الراديوس بتاع العمومي وده الراديوس بتاع فتحه الماسوره عندنا في البيت. فتبقى روت 16 فتبقى 4 to 1 فيطلع الانسر عندنا نمبر دي. ده الانسر 4 to 1 لانها تبقى روت 16 to 1. كلام جميل. هنلاحظ ان التشويسز بتتحل على انها بروبلمز وده كتير قوي في الليسون دوت يا جماعه، هنشوفه في الامتحانات. التشويسز هتبقى عباره عن بروبلمز بهذا الشكل. طيب water flow in a horizontal hose at a rate، ده الريت بتاعها، ده الكيو في. calculate the velocity if the cross sectional area بكذا. خلاص يبقى الفيلوسيتي بتساوي كيو في على الاريا، واعطيني الاريا جاهزه بس بالسنتيمتر سكوير، فيبقى 0.002 على 1، وهنعمل الكونفرت المتر سكوير تبقى تايمز 10 باور نيجاتيف 4. فنكتب الكلام دوت، اعتقد هتطلع ب 20. خلاص ديت ب 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3، وديت هتطلع فوق تبقى 10 باور 4، تطير النيجاتيف 3 وتفضل 1 10 باور 1 2 في 10 باور 1 يطلع الانسر ب 20 متر بير سكند. يبقى ادي الانسر بتاعنا. الكويستشن اللي بعديه water flow in a rubber hose خرطوم of diameter 1.2 سنتيمتر. جميل. يبقى الراديوس بكام؟ ب 0.6 سنتيمتر. اوعى تنسى. with velocity 3 calculate the diameter of the hose if the velocity of the emerging water ب 27. عندنا قانون بنقول ايه؟ ان الريشيو ما بين الديامتر هي ريشيو ما بين الراديوس. حلو كده. يعني ديامتر 1 على ديامتر 2 بتساوي نفس الريشيو راديوس 1 تو راديوس 2، فهتساوي روت V2 على V1. وده اسهل طريقه لحل هذا السؤال. مين بقى الديامتر الاولاني؟ اقدر اخد الديامتر بقى كله على بعضيه واقدر اخده بالسنتيمتر. خلاص يعني لو اخدت ده بالسنتيمتر يطلع لي التاني بالسنتيمتر. خلاص حلو. فلو انا اخدت 1.2 على الديامتر التاني، فاخد هنا الفيلوسيتي بتاعت التاني الاول هنا على الفيلوسيتي بتاعت الاولاني 27 تطلع بروت 9 وتطلع ب 3 to 1. يبقى diameter 2 1 times 1.2 على 4. 1.2 على 4 تطلع على 3 فتطلع ب 0.4 من نفس اليونت سنتيمتر وهو المطلوب. main artery شريان رئيسي of radius كذا branches out to 80 capillaries of radius كذا if the velocity of the blood خلال الارتري المين ارتري بكذا. عايز الفيلوسيتي في اتش كابيلاري. والله هقول R1 سكوير في باي في الفي 1 equal N R2 سكوير، وفي باي هتطير مع اللي هناك في V2. احنا عايزين V2. كلام جميل. والله لو دوت بالسنتي وده بالسنتي خلاص التحويلة هنا والتحويلة هنا واحدة فيطيروا مع بعض، فاقدر اشتغل الارقام دي زي ما هي. بس المشكلة ان ده بالسنتي وده بالايه وده بالملي. فخلي بالك بقى.
خلينا بقى نشتغل كلهم ايه سليم. يبقى ار سكوير هنفتح براكت 0.035 دي بالسنتي تايمز 10 باور نيجاتيف 2 عشان احولها للمتر سكوير مضروبة في الفيلوسيتي بتاعتها 0.044 متر بير سكند هتساوي عندي 80 كابيلاري اللي هو النمبر بتاعهم مضروبين في الراديوس بتاع الكابيلاري الواحد 0.1 مليمتر الملي عشان نحول لمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 3 كل ده سكوير في الفي 2 اللي احنا عايزينها. يبقى كل ده هيروح هناك divided. تمام يروح هناك ينزل divided. فتعالى بقى نكتب الكلام ده كده واحدة واحدة ونشوف الريزلت بتاعنا هيطلع بايه. نفتح براكت 0.035 times 10 to the power negative 2 كل دوت سكوير مضروب في الفيلوسيتي 0.044 مقسوم على النمبر اللي هو ال 80 مضروب في الراديوس اللي هو 0.1 times 10 to the power negative 3 كل دوت سكوير. الريزلت يديني الفيلوسيتي على طول كام الفيلوسيتي ب 6.774 times 10 power negative 3 يبقى الفيلوسيتي عندي هتطلع ب 6.74 times 10 power negative 3 متر بير سكند وهي الانسر اللي موجودة عندنا في البوكلت. ده كروس سكشن. طب لا مثلا الاجابه مختلفه اهي يا حبيبي هندوسوا شيفت اي ان جي اهو ادتني نفس الانسر اهي اللي قدامك في البوكلت 0.0067 وديت ابروكسيميت هتبقى 4 يبقى الكلام مظبوط. cross section area of a tube A 10 centimeter square and B 2 centimeter square يبقى 5 to 1. the velocity of water ب 12 يبقى الفيلوسيتي في البي بكام؟ المفترض الفيلوسيتي دي الاريا فتبقى الفيلوسيتي على طول 1 to 5 فتبقى في البي 5 اضعاف ديت يبقى 12 times 5 تطلع ب 60 على طول وده هجيبه من قانون V1 على V2 equal A2 على A1 وتحط الأرقام وتحسب V2 مباشرة فتطلع لك ب 60 اللي هي هنا 1 to 5 خلاص كده ماشي وهنا ب 12 يبقى هتطلع 5 في 12 على 1 فتطلع ب 60 مباشرة متر بير سكند ويبقى الإكزامبل ده اتحل كده. question number 5 الاريا في الجراوند فلور بكذا متر سكوير والفيلوسيتي كانت ب 2 when the pipe tapers يعني تم تضييقها to cross section area 2 times 10 power negative 4 يعني الاريا كده بالنظر كانت 2 to 1 يبقى الفيلوسيتي هتبقى ايه 1 to 2 خلاص اهي 1 to 2 دبل اهي before. شكرا. مسائل الكونتينيوتي 1 to 1 دي بتبقى سهلة جدا. A water pipe of supplies a hose with water if its radius هنا radius بقى مش area 1.5 والspeed ب 0.2 calculate the speed at the end of this pipe where the radius become half. لو بصيت هنا هتلاقي 3 to 1 الراديوس 3 to 1 جميل يبقى الاريا 9 to 1 الاريا اشمعنى؟ لان الاريا هتبقى تتناسب مع الراديوس سكوير يبقى الفيلوسيتي 1 to 9 واحنا عايزين الفيلوسيتي هنا تبقى 9 تايمز دوت 9 يبقى V2 هتطلع في الاخر 9 V1 فتبقى 9 تايمز 0.2 فتبقى 1.8 متر بير سكند. تمام يبقى حسبنا السبيد تمام كده and hence calculate وعايز كمان volume rate في 1 minute. خلاص يبقى كان عايز السبيد عايز مطلبين حسبنا السبيد خلاص
وعايز الفوليوم ريت. اخد البيانات الكاملة عندي، ما اخدش اللي انا جايبها بقى، فاخد الراديوس ده والسبيد ديت. كلام جميل. ونحسب بقى الكيو في بتساوي اي في، بس هنا لازم بقى بيانات سليمة جدا، باي ار سكوير تايمز في، يبقى 22 اوفر 7، والراديوس 1.5، بس ده بالسنتي هحوله للمتر نيجاتيف 2، واخد ده باور 2 مضروب في الفيلوسيتي 0.2. يبقى نحط دوت كده على الكالكوليتر ونشوفوا الانسر كام. باي 22 over 7 times، ونفتح براكت 1.5 سنتيمتر، يبقى ادي السنتي هيتحول لمتر 10 باور نيجاتيف 2، ودوت راديوس فيبقى راديوس سكوير، يبقى كده باي ار سكوير مضروب في الفيلوسيتي، يديني على طول مباشرة الكيو في طلع برقم، لو حولناه الرقم مش متطابق مع الموديل انسر، نعيده كده نشوفه. راديوس مظبوط باي ار سكوير، ودوت السبيد بالمتر بير سكند. خلاص كده احنا، لا يبقى الانسر بتاعنا احنا السليم، يبقى 1. ده فين؟ ده في السكند. كلام جميل جدا. هو عايز فوليوم ريت فين؟ في 1 minute. هم جايين ضاربين الريزلت ده في 60 تايم 60، فيطلع الريزلت بتاعنا مظبوط اهو 8.48 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. خلاص دي نيجاتيف يا شباب مش بوزيتيف، يبقى يطلع الريزلت بتاعي الكيو في هتبقى 10 باور نيجاتيف 3. كلام جميل. يبقى ده الحل بتاعنا. نعيده كده تشيك اب تاني كده على الانسرز. يبقى انا كان عندي ادي الباي، ادي الار 1.5 سنتي اهو سكوير مضروب في الفيلوسيتي 0.2. كلام جميل. يطلع الريزلت عندي بتم ب 14 ب 141. كلام جميل. الريزلت بتاعي كان عامل كده، ايوه، لما دوسنا اي ان جي بنيجاتيف 6 نضربه في 60 عشان يبقى بالمينت، فيطلع بنيجاتيف 3 10 باور نيجاتيف 3 مظبوط. كلام جميل. Question number 7. In the figure shown, the radius of the tube A ب 25 سنتيمتر وعندي D 15. هنا 1 to 1 A to D 1 to 1 to 2. خلاص كده جميل. عايز rate of volume flow عند ال A if the water enters the tube A by velocity 2. خلاص معايا الراديوس اقدر اجيب الاريا ومعايا الفيلوسيتي اضرب الكيو في. then calculate the speed of flow عند السي وعند الدي. عايزها مرة عند السي ومرة عند الدي اذا كانت السبيد عند البي بفور. دي بقى محتاجة ايه؟ محتاجة قاعدة بقى. تعالى بقى كده ناخد الداتا بتاعتنا واحدة واحدة. انا عندي ال A اهو، ال A خليها بعيدة شوية هنا كده A B او خليها D وبعدين B و C. خلاص الراديوس ب 25 سنتيمتر، الراديوس 15 سنتيمتر 10 سنتيمتر، والسي
بكام؟ ب8 سنتيمتر. خلي السي هنا. جميل. بعدين بيقول لي الفيلوسيتي عند ال A ب 2 متر per second وعند ال B ب 4 متر per second. عايزها الفيلوسيتي. عايز ال calculate rate of volume flow عند ال A. عايز ال QV هنا بكام، وعايز الفيلوسيتي عند ال D، وعايز الفيلوسيتي عند ال C. كلام جميل جدا جدا جدا. خلاص بقى مش عايزين مسألة، ركز بقى ايه معايا بقى هنا كده في الداتا ديت. عايزين الكيو في الاول. عند الاي هتبقى باي ار سكوير تايمز الفي. يلا نكتب الارقام بتاعتنا. ادي الباي 22 over 7 تايمز، نفتح براكت سكوير عشان نحطه فيه قيمة الار بكام؟ ب 25 سنتيمتر. احولها لمتر. خلاص جميل. مضروبة في الفيلوسيتي اللي بالمتر بير سكند اللي هي 2. يطلع الكيو في عندي بهذا المقدار 11 over 28 يبقى 0.39. خلاص يبقى احنا عرفنا ان الكيو في ب 0.39. تمام كده. حلو اهو 0.39 29 كلام جميل. حلو يبقى ادي اول انسر خلصناه. عايزين بقى الفيلوسيتي. اقدر انا اخد الكيو في ده خلاص هو بتاع الدي، مش الفيلوسيتي ها، هو فالكيو في دوت اللي عند الاي هو الكيو في اللي عند الدي، وهو الكيو في عند بي وسي، فتساوي اي بي في بي بلس اي سي في سي. بس شكرا. يبقى انا اقدر اخد القيمة ديت. خلينا بقى ناخدها افضل fraction 11 over 28 11 over 28 equal area ال A. هناخد الباي كومون او بلاش خلاص مش مشكلة، في سنتيمتر 10 يعني 0.1 سكوير في الفيلوسيتي اللي هي 4. تمام كده. بلس باي في 0.08 سكوير في الفي. تعال ناخده واحدة واحدة كده. باي اللي هي 22 over 7 times 0.1 square times 4 يطلع بكام ده؟ ده يطلع ب 22 على 175. 22 على 175 بلس باي هنضربها في 0.08 فتطلع ب 88 على 4375. 88 على 4375 في. ده equal ل 11 over 28. هنودي ديت هناك بالنيجاتيف خلاص، فيطلع عندي 88 4375 times v هتساوي الريزلت اللي هيطلع لنا بقى. فاحنا نكتب كده 11 over 28 minus 22 over 175 يطلع بكام؟ يطلع 187 على 700. 187 على 700. مفترض ان المقدار ده يروح هناك divided، يروح divided. خلاص يبقى عندي ال V في الاخر هتساوي ايه؟ هتساوي 187 700
divided الرقم ده فيبقى 4375 على 88. ده multiplicative inverse، اللي تحت يبقى فوق ده تايمز واللي فوق يبقى تحت. يبقى ناخد الريزلت اللي طلع لنا ده ونضربه في الرقم اللي احنا تايمز نكتبه كله مش مشكلة. 187 times 4375 divided 700 times 88 فتطلع الفيلوسيتي عند السي بكام؟ ب 1328. يبقى الفيلوسيتي ب 1328 متر بير سكند. دي الفيلوسيتي عند السي. نشوفوا كده الانسر الاخير ب 1328. فاضل لنا السرعة عند الدي، نجيبوا السبيد عند الدي. فاضل لنا الإجابة دي. طب ما احنا الكيو في بتساوي اي في، الفيلوسيتي بتاعت الدي هتساوي الكيو في على الاريا. طيب احنا قلنا ان الكيو في 11 على 28، هنقسموه على الاريا اللي هي باي تايمز 0.15 اللي هي التحويلة من سنتيمتر سكوير. فنكتب ده كده على الكالكوليتور 11 over 28 divided الباي اللي هي 22 over 7 times 0.15 سكوير. يطلع على طول الفيلوسيتي عند الدي ب 50 over 9 فتطلع 5.55. يبقى تطلع ب 5.555 إلى ما لا نهاية. يبقى الأنسر عندنا جبنا الفيلوسيتي بتاعت الدي بكام؟ ب 555 يعني approximate 556. يبقى كده حلينا الإكزامبل ده، وكان إكزامبل هيفي لأن كان فيه 3 مطالب مطلوبين. Question number 8. Measure artery of diameter كذا divided ل 100 capillaries. يبقى كلهم زي بعض. each radius بكذا. يبقى عندي ال 100 ده ال n. ما تنساش ان ده diameter، اوعى تنسى، وان ده radius. ما هو هيلعب عليك في ايه؟ في الحتت ديت. calculate the speed of the blood في كل capillary علما بان السبيد في الميجور artery بهذه السرعة. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل القانون بتاعنا الاريا هنفكه باي ار سكوير المين اللي هو 1 في في 1 بتساوي عدد الكابيلاريز ان في باي ار سكوير بتاع الكابيلاري الواحد، والباي هتطير مع الباي في الفي 2 واحنا عايزين الفي 2. يبقى الفي 2 هتساوي R1 سكوير في 1 على ان R2 سكوير. خلاص كلام جميل. ده بالسنتي وده بالسنتي، فتبقى التحويلة هنا هي التحويلة هنا فتطير، فهناخدهم بنفس الأرقام بتاعتهم. بس خلي بالك إن الأولاني دوت diameter مش radius. أيوه، فهيتقسم على 2 فيطلع 0.25 سكوير. خلينا من غير براكت سكوير. أيوه، مضروب في الفيلوسيتي 0.04 على ال n اللي هم 100 مضروبين في الراديوس التاني اللي هو 0.1 سكوير. يبقى عندي كورتر سكوير مضروب في 0.04 على 100 مضروب في 0.1 سكوير، تطلع V2 1 over 400 يعني 25 من 1000. ايوه 25 من 1000 الرقم اهو. يبقى دي الفيلوسيتي بتاعتنا. water flow in a rubber pipe of diameter 1 بسبيد 4. عايز الدايمتر بتاعت الاوتلت if water come out by speed 24. كنا قايلين قبل كده ان في علاقة تربط الدايمتر ريشيو ما بينهم، هي ريشيو ما بين الراديوس والراديوس
في علاقة inversely لانه ده كده الروت بتاع الاريا، يبقى روت الفيلوسيتي انفرس V2 ل V1. الدايمتر الاولاني ب1 ما غيرتش، يطلع الاجابة بالسنتي. الدايمتر التاني عايزينه، هناخد الفيلوسيتي التانية 24 over 4 هتطلع روت 6 خلاص over 1، فتبقى الدايمتر التاني 1 في 1 على روت 6، يبقى الدايمتر التاني 1 في 1 يعني 1 over روت 6، يبقى over روت 6 تطلع الانسر بالسنتيمتر 0.408 سنتيمتر. لو بالمتر هتقسم على 100 فيطلع الانسر زي اللي مكتوب قدامك هنا اهو 0.00480408. خلاص كلام جميل. gasoline flow in a pipe of diameter 2 cm diameter بvelocity كذا. احسب rate of flow and calculate the time in minutes required to fill a reservoir container، يعني اللي الفوليوم بتاعه 20 متر كيوب بهذا الجازولين بهذا الريت بهذه البايب. نحسب الاول ريت اوف فلو كيو في. كيو في هتساوي ايه؟ هتساوي اي في، يبقى الكيو في، طب ليه مش الماس؟ ما عنديش الدنسيتي، يبقى الكيو في بتساوي اي في. طب يلا بينا، الاي باي 22 over 7 تايمز ار سكوير. الار كام؟ ده دايمتر 2، يبقى الدايمتر 1 سنتي، 1 سنتي عشان احوله لمتر ديفايدد 100 فيطلع 0.01 سكوير، يبقى كده راديوس باي ار سكوير تايمز الفيلوسيتي اللي هي 5 يديني ريت اوف فلو. خلاص حلو جدا، يبقى ريت اوف فلو كيو في هتطلع ب 11 over 7000. 11 over 7000، لا خليها 11 over 7000، يطلع ب 11 over 7000 متر كيوب. خلاص ماشي per ايه per second، كلام جميل. طيب يبقى متر كيوب per ايه per second، حلو جدا جدا جدا. طب لو احنا عايزين in minute، لا ده خلاص كده حسبنا الريت اوف فلو. انا calculate the time in minute required to fill reservoir حجمه كذا. طب انا عندي المقدار ده بيساوي volume over time، يبقى لو انا عايز احسب التايم يبقى التايم بيساوي ايه؟ تساوي الفوليوم على الكيو في. حلو، الفوليوم كام؟ 20، والفوليوم كام؟ الفوليوم 20 خلاص. الكيو في بتساوي كام؟ يبقى 20 over 11 over تبقى times 7000. خلاص اللي يطلع ده يطلع بكام؟ يطلع بالسكند، يبقى 20 times 7000 divided 11 صح كده؟ divided 11 يطلع الريزلت كام؟ الريزلت كبير جدا 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 جدا، بس ده بالايه؟ بالسكند. تمام حلو. هو عايزه بالمينت، نخلصوه بقى من سكند المينت ديفايدد 60 يطلع كام؟ 12 212.12 212.12 minute. خلاص الحل بتاعنا ادق عشان احنا شغالين بالفراكشنز. تمام كلام جميل. يبقى ده كده التايم اللي هياخده. water flow through a tube of diameter 3 cm بvelocity 2 meter per second. هنجيبه radius. عايز الووتر volume flowing in 1 minute، عايز الفوليوم اللي يحصل في 1 minute. حلو ماشي كلام جميل. هنجيبه الكيو في. الكيو في تساوي اي في نحسبه ونساويه، وبعد كده نجيبه الفوليوم. الفوليوم بتساوي كيو في تايمز تي. خلاص كلام جميل جدا.
يلا بينا نحسب الاريا باي، كانت عندنا قبل كده باي ار سكوير. الار بكام؟ راديوس ب3 سنتيمتر، يبقى 1.5 سنتيمتر. حلو طيب يلا بينا 1.5 سنتيمتر تايمز 10 باور نيجاتيف 2. ادي الاريا بتاعتي مضروبة في الفيلوسيتي اللي هي ب2، يبقى ادي الكيو في ب 99 على 70,000. 99 over 70,000 4 zeros. ماشي اهو 4 zeros. حلو الفوليوم بيساوي ايه؟ عايز اوي ده في التايم. طب التايم قد ايه؟ 1 minute، يبقى هنضربوه في 60 تايم 60 ل 60 سكند تايم 60 يديني الفوليوم بتاعي اللي هيطلع خلال 1 سكند 0.0849 متر كيوب بير سكند، وهو المطلوب. Calculate the cross section area. المرة دي عايز الاريا لتيوب that pump oil with a rate 18 liter per minute. جميل. if the velocity of the flow 3 meter per second، إذا دي لازم تتحول liter per minute، لازم تتحول لمتر كيوب per second. من لتر لمتر كيوب اتفقنا ان انا هضرب في 10 باور نيجاتيف 3، هقسم على 1000 يعني، ومن minute لسكند هقسم على 60. كانت عدت علينا مسألة قبل كده ضربنا في 10 باور نيجاتيف 3 على 60، يعني اقدر اقول انها 1 over 60,000. خلاص هقسم على 6 times 10 باور نيجاتيف 4. كلام جميل. يبقى ده الكيو في، يبقى 18 على الكلام ده، فتطلع الكيو في لما اضرب ده في 18 خلاص فتطلع 18 ب 3 times 10 باور نيجاتيف 4 متر كيوب بير سكند. ده الكيو في. تمام. حلو. هو عايز ايه بقى؟ ده بيساوي هو عايز الاريا. خلاص ده هيساوي A في V. هو عايز الاريا، هقسم دوت على الفيلوسيتي اللي هي 3 فتطلع 10 باور نيجاتيف 4. ايوه ده ب 3. لما اقسم دوت على 3 يطلع ب 10 باور نيجاتيف 4 متر سكوير. ديت الاريا بتاعتي. كلام جميل جدا جدا جدا. طيب oil pushed with a rate 6 liter per minute through pipe attached to another pipe from which the oil goes out by velocity 4 meter per second. Calculate the cross section area of the second pipe. خلاص الكيو في هنا اللي داخل هو الخارج، فاقدر اساوي الكيو في الخارج بهذا المقدار، بس ما تنساش ان انا هقسمه على 6 times 10 باور 4، فتبقى الكيو في عندي هتطلع ب 10 باور نيجاتيف 4. لما اقسم دوت 6 على 6 times 10 باور 4 تطلع لي بنيجاتيف 4 متر كيوب بير سكند. وده بيساوي هو عايز ايه؟ calculate the cross section area، يبقى AV هقسمها على الفي، يبقى الاريا هتساوي QV divided الفي 10 باور نيجاتيف 4 divided 4 فتطلع كام؟ 10 to the power negative 4 divided 4 تطلع 2.5 times 10 power negative 5 او 25 times 10 power negative 6، وهي الانسر الموجودة عندنا حاليا. يبقى الاريا 2.5 times 10 power negative 5 meter square، وهي نفس الانسر. water flow of area كذا بفيلوسيتي كذا. شكرا. معايا الكيو في كده، بس دي هتتحول، اوعى تنسى دي فيها تحويلة هنا. calculate the velocity عند نقطة تانية. طب خلاص مش هتتحول، عايز velocity واعطيني الاريا. A1 V1 equal على A2، وعايز ايه؟ الفيلوسيتي. A2 يديني V2. حلو.
A1 12 في تحويلة مضروبة في الفيلوسيتي على الفور في نفس التحويلة، فالتحويلتين هتطير فتطلع بسيري وفتان فتبقى 30 متر per second. Pipe of cross section area 4 في تحويل لو هنحول وبتمشي بسرعة كذا. It is ended by 100 hole in اهو each of كذا مليمتر. يبقى في تحويل وهنحول الاتنين او تحول واحدة للتانية، بس انا هحولهم الاتنين للمتر. عايزين الفيلوسيتي في البايب التانية. V2 بتساوي ايه؟ A1 V1 على N في A2. A1 هتبقى باي ار سكوير وهنا باي ار سكوير، الباي هتطير مع الباي يبقى R1 سكوير تايمز V1 على N في R2 سكوير. طيب يبقى 4 سنتيمتر سكوير يبقى تايمز 10 باور نيجاتيف. دي الاريا على طول. دي الاريا، مش عاطيني راديوس، سوري. يبقى دي الاريا على طول، مش محتاجين القانون ده، مش محتاجين القانون ده. دي مش الراديوس، دي الاريا مباشرة. يبقى دي هتتحول تحويل مباشر تايمز 10 باور نيجاتيف 4 مضروبة في الفيلوسيتي اللي هي 10. عندي 100 برانش، الواحد ب 1 مليمتر سكوير، المليمتر للمتر ب 10 باور نيجاتيف 3 عشان سكوير تبقى 10 باور نيجاتيف 6. خلاص دول كده نيجاتيف يطلعوا بنيجاتيف 4، نيجاتيف 4 يطيروا مع نيجاتيف 4 تطلع ب 40 متر per second، وهي الانسر الموجودة. ده question number 15. نشوف الكويستشن اللي بعديه. question number 16. pipe of radius، هنا radius 1.5 سنتيمتر inlet او enter، في هنا ايه enter by velocity كذا. يبقى معايا الراديوس معايا الاريا ومعايا الفيلوسيتي. if the radius become half at end. حلو، احنا اتفقنا الراديوس هنا كام؟ 3 to 1، يبقى الاريا 9 to 1. خلاص لان ال 1.5 3 اضعاف الهاف. تبقى الفيلوسيتي 1 to 9. طب ديت ب 0.2، دي 9 اضعاف هتطلع 1.8 متر per second، ودي اول اجابة. طب لا انا عايزها بالقانون اهو يا سيدي. V1 احنا عايزين V2 هتساوي ايه؟ هتساوي R1 سكوير تايمز V1 على R2 سكوير. R1 سكوير 1.5 سكوير في تحويلة، جميل، تايمز 0.2 على 0.5 سكوير في تحويلة، نفس التحويلة هتطير فوق مع تحت. خلاص كده فتطلع لك بكام؟ دول كده هيطلعوا 9 اضعاف في ديت، تطلع 1.8 متر per second. جبنا الفيلوسيتي. عايزين فوليوم اوف ووتر فلو، عايز الكيو في فوليوم مش كيو في، فوليوم، عايز الفوليوم in 1 minute. نجيبه الكيو في بقى. الكيو في بتساوي ايه؟ كيو في في الان زي الاوت، فنجيبه اللي كامل عندنا باي 22 over 7 باي ار سكوير في. ده الكيو في في الار سكوير اللي هو 1.5. هنا لازم بقى اشتغل سليم جدا، لازم احولها للمتر. ايوه سكوير مضروبة. طب يا مستر انت ما بتحاولش في مسائل وبتحاول في... انا بتلخبط مش عارف اعمل ايه. يبقى كله تشتغله سليم وتحول كله بقى. لو انت مش فاهم انا بتكلم في ايه يبقى تاخد السيف سايد الامان بتاعك وتحول كله للمتر عشان ما توجعش دماغك. خلاص عشان اي غلطايه بالتيار درجتين في الموضوع ده. يبقى ضربنا في الاريا وهنضرب في ضربنا في الراديوس سكوير وفاضل لنا الفيلوسيتي اللي هي 0.2. كلام جميل. يلا بقى نحسب الكيو في. يبقى 22 over 7 times، نفتح براكت 1.5 سنتي، يبقى نحوله المتر نيجاتيف 2، نقفل البراكت بتاعنا. كل دوت سكوير ار سكوير مضروب في 0.2 يديني الكيو في 2 4 5
700,000 يديني 99 على ايه 700,000. طيب هو كان عايز الفوليوم في دقيقة، كلام جميل. عايزين الفوليوم، نكتب بس الكيو في الاول ب 99 على 7 تايمز 10 باور 5. خلاص عندي 5 zeros 1 2 3 4 5 zeros، كلام جميل. ده كده الكيو في. طب هو عايز الفوليوم، الفوليوم بيساوي كيو في تايمز تي، فهيتضرب تايمز 60. خلاص كيو في تايمز 60، فنطلع الفوليوم بتاعنا دوت تايمز 60 يديني الانسر بتاعنا. الانسر بتاعنا بكام؟ ب 0.00848، يعني لو عملنا له approximation 8.48 times 10 power negative 3، برضو نفس الغلطة اللي كانت في المسألة قبل كده. ال 10 هتبقى 10 power negative 3 مش positive 3، يبقى الانسر عندنا مظبوط. هنا كان نفس الناتج وهتبقى negative 3. Question number 17. Water flow in a horizontal pipe of its area 10 centimeter square by a rate كذا meter cube per second، دي الكيو في. عايز الفيلوسيتي area في velocity بتساوي الكيو في، يبقى الفيلوسيتي كيو في over الاريا يبقى 2 times 10 power negative 3 ديت الكيو في على 10، وهتضرب في 10 باور نيجاتيف 4 فتطلع ب 10 باور نيجاتيف 3، فيطلع ان الفيلوسيتي ب 2 متر بير سكند. كلام جميل. Question 18. Tube has diameter 10، يبقى الراديوس عندي ب 5. نشوفه لو التانية diameter يبقى خلاص، تانية diameter يبقى خلاص. Where's the speed of the water at this section ب 1. At the end of the tube الديامتر بقى 2.5، تمام. يبقى الراديوس زي الديامتر، الديامتر كان ب 10 وبقى 2.5، يعني 4 to 1، يبقى الاريا 16 ل 1، يبقى الفيلوسيتي 1 to 16، فتطلع الفيلوسيتي 16 ضعف. طب هي كانت ب 1 تبقى V2 ب 16. طيب يبقى حسبنا الفيلوسيتي. calculate the speed. تمام. طب عايزها بالقانون، نفس القانون V2 هتساوي باي R1 سكوير في V1 على باي R2 سكوير. الباي هتطير مع الباي، هتجيب الراديوس بتاع ده اللي هو 5، هتجيب الراديوس بتاع ده 1 كورتر وتحطه هنا مع التحويل وتحطه هنا مع التحويل، فتطلع في الاخر 16 to 1، فتطلع 16 V1، يعني 16 في 1 فتبقى 16. طيب بعد كده بيقول calculate the speed at the narrow section and then find mass of water، الماس بتاعت الووتر flow per minute اللي هتمشي في دقيقة. حلو كده. يبقى انا عايز QM بتساوي ايه؟ density في AV. تمام كده. حلو، اللي هي QV يعني. تمام، هتبقى الدنسيتي، وهنا هنشتغل بقى كلام سليم جدا. طب ناخد مين؟ ناخد الانتر بلاش الاوت، انت ما تضمنش سرعتك هنا سليمة ولا لا، وعايزها في دقيقة. الكلام ده كان في ثانية، فالمفترض هيتضرب في 60 اللي هو دقيقة. لا 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 لا، انا كده مش جاية معايا. طب تعالى بقى ناخدها واحدة واحدة. تعالى نجيبه AV، تعالى نجيبه الكيو في الاول باي R1 سكوير تايمز V1. يلا الباي مش عطاهالي، عطاهالي 314، يبقى لازم 314 تايمز R1 سكوير. الدايمتر ب 10 يبقى 5، يبقى 0.05 عشان ده كده بالمتر سكوير، مضروب في الفيلوسيتي اللي هي 1 باي R سكوير تايمز 1. جبنا الكيو في، يبقى الكيو في هتطلع ب 157 على 20,000. طب تعال نجيبوا الكيو ام، هنضربها في الدنسيتي. الكيو ام هي الكيو في
times density هتتضرب في 1000 لان الدنسيتي ب 1000 يبقى هيتضرب في 1000 فيخف شوية الإجابات. 157 over 20 كلام جميل، رقم جميل جدا. نشوفه بقى يطلع بكام ده. 7.85 7.85 كيلو جرام، 7 كيلو في الثانية. هو عايزها فين؟ في المينت، يبقى تايم 60 تطلع لي في المينت. كيلو جرام ادي الكيو ام بير مينت. تمام، حلو. يلا بينا، تطلع بكام دي؟ اضربها في 60 يطلع 471 كيلو جرام. يبقى في الدقيقة يطلع لي 471 كيلو جرام اللي هو دوت. metallic flat plate surface area كذا separated from another large plate by a liquid of layer of height كذا. force act on the first plate to move it by velocity كذا. calculate the coefficient of viscosity. دي جاية من lesson 3، جاية لنا من المستقبل. ال A، عندي ال A هنحلوها. البين فين بس؟ اهو، نغير الكلر. دي الاريا خلاص، وديت الديستنس ما بين التو layers، ودي الفورس، وديت الفيلوسيتي. كان في عندنا قانون هنستنتجوه في lesson 3. الفيسكوزيتي الفيسكوزيتي coefficient تساوي اف دي على اي في. خلاص، اي في على دي. مين الفورس؟ الفورس اللي بزق بيها الهاير بليت او اي بليت. مين الدي؟ المسافة ما بين التو بليت. مين الاريا؟ الاريا بتاعت البليت اللي انا بزقه. مين الفيلوسيتي؟ الفيلوسيتي اللي هيتحرك بيها نتيجة للفورس. تمام كده، كلام جميل. اليونت بتاعت ديت نيوتن، وديت متر، وديت متر سكوير، ودي متر على سكند، يبقى في سكند هنا. المتر تطير مع المتر، يبقى اليونت بتاعتها نيوتن تايم السكند بير متر سكوير. خلاص، حلو جدا. الفورس بكام بقى؟ 2.5 نيوتن. يدي بكام؟ 2 مليمتر، يبقى هتتحول 2 تايمز 10 باور نيجاتيف 3. الاريا بكام؟ 0.01 متر سكوير، ما فيهاش تحويل. الفيلوسيتي بكام؟ 12.5 سنتيمتر، لا هنحولها يبقى 0.125 متر بير سكند. خلاص، هنقسم على 100 هنا. طب مش هنقسم على 3.6، لا دي مش كيلومتر بير اور، وهنحولها لمتر بير سكند. خلاص، السكند زي ما هو، انا عايز بس احول السنتيمتر لمتر، فاقسمها على 100. نكتب الداتا دي عندنا ونشوفوا الفيسكاسيتي كوفيشنت معامل اللزوجة يطلع بكام. 2.5 times 2 times 10 power negative 3 over 0.01 times 0.125 تطلع ب 4. يبقى دي الفيسكاسيتي كوفيشنت عندنا تطلع ب 4 نيوتن في سكند بير متر سكوير، وهو الحل الموجود معانا. question اللي بعديه question 20. In the shown figure, given that radius of the tube A be 30 and velocity of water entering at same point عند ال A be 2. خلاص كده، يبقى ده الراديوس. جميل. the velocity of water at C، خلي بالك A و B 1 to 1 وده 1 to many. هنحلها زي المسألة التانية اللي احنا عملناها، بس المرة دي 5 بقى. the velocity of water flow at C بكذا، وعندي ال E بكذا. radius of the tube B ب 20 radius، وعندي السي بكذا، وعندي الدي بكذا، وعندي الاي بكذا. عايز بقى ده عايز بقى، تعالى بقى نشوفه البروبلم دي، نعملها زي دي بالظبط.
نمسح ده كله، نبدأ نكتب من الأول وجديد. عندي A بس عندي A B C D E، كلام جميل. يبقى احنا هنكتبها A B C D، A و B و C و D و E، ودول مع بعض، ودي 1 to 1. هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على داتا. هناخد الاول الراديوس، عملت لها شيفتنج بس كده عشان اعرف اكتب الداتا هنا. radius بتاع ال A ب 30 سنتيمتر، يبقى احنا خدنا بتاع ال A. والفيلوسيتي ناخده البيانات تاني، والفيلوسيتي ب 2 متر per second. ده velocity عند ال C ب 4 متر per second، وعند ال E ب 3 متر per second. Where the radius of the tube at B ب 20 سنتيمتر and at C ب 15 سنتيمتر والD ب 10 سنتيمتر وE 5 سنتيمتر. calculate. نقعد calculate بكلر تاني. rate of volume flow at A، عايز ال QV هنا، والvelocity at B، عايز الvelocity at B، والvelocity at D، والvelocity at D. كلام زي الفل. هنعمل ايه؟ تعال نجيبوا الفيلوسيتي الاول. الكيو في خلاص دي سهله قوي. طب ما نجيبها الاول. طب يلا بينا، مش هكسر لك كلمه يا عم الحاج. نجيب الكيو في عند الاي تساوي باي ار سكوير في الفي 22 over 7 radius 30 يبقى divided under 0.3 meter square times velocity اللي هي 2. يلا بينا نحط ده على الكالكو ونشوف يطلع بكام. 22 times 0.3 power 2 times 2 divided 7 يطلع بكام؟ يطلع الفيلوسيتي خليها ب 0.566 0.566 متر per second، أو ك fraction 99. كان معانا الرقم ده قبل كده 175. تمام. يبقى ادي الكيو في 0.566. شكرا. 0.566 متر كيوب per second. عايزين الفيلوسيتي. اقدر اقول الفيلوسيتي عند البي ده 1 to 1 بتساوي radius A square مع كيو في، تساوي كيو في على الاريا باي ار بي سكوير. يبقى 99 على 175 مضروبة في الباي 22 over 7 مضروبة في الراديوس بتاعها سكوير 0.2 سكوير. يلا 99 times 7 divided 175 times 22 times 0.2 سكوير يطلع الفيلوسيتي ب 4.5. يبقى الفيلوسيتي عند البي ب 4.5 متر بير سكند. فاضل لنا الفيلوسيتي عند الدي. لا خلي بالك بقى. ايه بقى؟ خلي بالك ان الكيو في بتساوي فيلوسيتي دي كيو في بتساوي اي سي في سي اي دي في دي اي اي في اي، لان ده 1 to many 1 to many. خلاص.
فالكيو في بتساوي كيو في بلس كيو في بلس كيو في. دي بكام؟ ب 99 over 175. دي هتطول معانا شوية بقى، شويتين كمان. AC باي في 0.15 سكوير في الفيلوسيتي اللي هي 4 بلس باي في الفي دي بلس باي في الار سكوير اللي هي 0.05 سكوير في 3. فاقدر اخد الباي من هنا كومن وارميها هناك تبقى باي عشان منوجعش دماغتنا. تمام. كلام جميل. بس هنا خلي بالك احنا خدنا الباي تمام، بس هنا في ار سكوير. ار سكوير بتاع الدي اللي هو 10 سنتيمتر 0.1، فيبقى هنا مضروب times 0 times 0.1 سكوير. فلما نحسب دوت دول كده لما تحسبهم بباي بالكالكوليشن يطلعوا 0.18، ودول لما تحسبهم يطلعوا 0.09، 0.01 VD، ودول يطلعوا 7.5 times 10 to the power negative 3. يلا بقى عايزين نجيبوا دوت الأول، فهنودي دوت هناك بالنيجاتيف ونودي دوت هناك بالنيجاتيف، فيطلع الناتج 0.01 VD. هنشوف الانسر 0.18 minus 0.09 minus 7.5 times 10 power negative 3. times 10 power negative 3 يطلع الانسر ب 33 over 400. 33 over 400 تطلع ال VD ب 33 over 4. خلاص كده ماشي. 33 over 4 تطلع بكام بقى؟ ب 825 متر per second، او لو الباي متغيرة تطلع ب 8.26 متر per second. وده الكويستشن نمبر 20. ادي السرعات 826 4.5 يبقى الكلام مظبوط. measured artery radius بتاعه half branches لميني capillary radius of each يبقى ده R2 وده R1. speed في المين artery بكذا، والسبيد في كل capillary بكذا. عايز النمبر. النمبر بتساوي ايه؟ R1 square V1 R2 square V2. تمام كده. لان كان n في الرقم اللي تحت ده بتساوي دوت. عندي R1 square half power 2 في الفيلوسيتي اللي هي 0.4 وديت 0.2 سكوير. هتقول يا مستر ده سنتي وده يا حبيبي ما التحويله هنا تايمز 10 باور هتبقى نيجاتيف 2 وهنا 10 باور نيجاتيف 2 سكوير تطلع ب 10 باور نيجاتيف 4. 10 باور نيجاتيف 4 هتطير مع بعض. خلاص. جميل. في الفيلوسيتي في الكابيلاري اللي هي بكورتر نحسب number of branches half power 2 times 0.4 على 0.2 square في quarter تطلع 10 branches. يبقى ال n كانوا 10 capillaries موجودين في المسألة ديت. rubber pipe diameter والفيلوسيتي جواها ب 20. عايز rate of flow والماس
of water اللي هتمشي خلال 30 second. دي كده دي لوحدها. عايزين rate of flow. تعالى نحسب ال QV by R squared times V. جميل. يلا بينا. by 22 over 7 times ال R diameter 6 يبقى 3 سنتي. 3 على 100 يبقى 0.03. ده كده radius square times ال velocity اللي هي 20 يطلع ب 99 على 1075. كلام جميل. يبقى rate of flow ب 56 times 0.57 56.57 times 10 power negative 3 وهو نفس الانسر المكتوب هنا. خلي بالك. خلاص. يبقى الكيو في تعال نكتبه بس كده 99 على 1750 متر كيوب per second. حلو. عايز mass of water الدنس بتاعته بكام؟ ب 7 سوري الدنس بتاعته ب 1000. فاحنا هنجيبه الكيو ام equal density في كيو في هنضربها في 1000. هنضرب الريزل ده times 1000 هتطلع rate of flow بكام؟ ب 396 divided كام؟ divided 7. وده بيساوي الماس over time. يبقى الماس equal time times QM. نكتبها هنا بقى. الماس هتساوي كام؟ time 30 minute 30 minute المينت ب 60 second مضروبين في الكيو ام اللي هو 396 over 7. يبقى هنضرب الرقم ده في 30 في 60 يعني في 1800 اهو يعني 1800 يطلع الناتج بتاعي على طول بالكيلوجرام اهو. كام؟ طلع قيمة كبيرة 101.828 كيلوجرام. خلاص. طب يا مستر في فرق في الانسر، فرق الباي او فرق الابروكسيميشن. انا اخدت ارقام اللي هي الفراكشن تطلع ارقام سليمه جدا. لو انت عملت ابروكسيميشن في كل خطوه فهتطلع معاك مختصره شويه، هتقل شويه فيطلع لك الريزلت اللي عندك دوت. يبقى الريزلت بتاعنا هو الافضل 101828.57 كيلوغرام. كلام جميل. water flow across pipe by a rate كذا لتر per minute بvelocity كذا. عايز الاريا equal QV على الفيلوسيتي. QV 10 وزي ما اتفقنا كنا هنقسمها على ايه؟ على 6 times 10 power 4 تمام كده مضروبين في 5. ايه دي التحويلة كنا حاسبينها قبل كده. مش عارف ارجع للمسألة بقى. حول من لتر لكيوبيك متر فتضرب في 10 باور نيجاتيف 3 فتنزل تحت يبقى 1000. ومن مينت لسكند هتقسم من مينت لسكند. خلاص. هتضرب في 60 في 60 تايمز 1000 فتبقى 6 تايمز 10 باور 4. خلاص. كلام جميل. 200 على 5 في 6 ب 30 وعندنا 4 0 كمان 1 2 3 4 يطلع الريزلت بتاعي ب 0.3 0 بوينت في 4 0 وفي 3 يعني 33 0.3 times 10 power negative 6 وهو الحل اللي موجود. هتقولي نيجاتيف 5 عشان في البوينت بس فارقة شوية. 33 3 times 10 power negative 6 تقسم دي على 10 تضرب دي في 10
لو ضربت دي في 10 تطلع بنيجاتيف 5، ولو قسمت ديت هتضرب دي كده هتقسم ديفيجن فتبقى 3.3. هنا ديفيجن وهنا تايمز، هنا ديفيجن 10 وهنا تايمز 10 فتطلع لك الناتج بتاعك دوت. هو الناتج مظبوط، الاريا بالمتر سكوير. syringe needle of radius 0.4 millimeter combined to cylinder. the area of its piston، يعني عندي إبرة السرنجة والسرنجة 3 سنتيمتر سكوير عريضة، أنبوبة سرنجة تخينة بس السن رفيع. calculate the velocity of the solution such that the rate بتاعها بكذا and the velocity when it moves through the needle. ماشي، هو عايز velocity of the solution in the cylinder، يبقى عايز الفيلوسيتي في البتاعة الكبيرة، يبقى هنقوله الفيلوسيتي بتساوي QV over area. QV 20 سنتيمتر كيوب، عايزين نحولها لمتر كيوب، دي هتتضرب في 10 باور نيجاتيف 6. خلاص، سنتيمتر لمتر 10 باور نيجاتيف 2 كيوب يبقى نيجاتيف 6. الاريا باي 22 over 7. ولا هو خلاص الاريا جاهزة، كلام جميل. الاريا ب 3، الاريا بتاعت البيستون ب 3 بس ده سنتيمتر سكوير فتبقى 10 باور نيجاتيف 4. دي كده تطلع 20 على 3 6.67 times 10 باور نيجاتيف 2، يعني 0.0667 متر بير سكند، وهو الانسر ده في السلندر. عايز الفيلوسيتي برضو لما تبقى في النادل، هيبقى نفس الريت بس هيبقى مقسوم على باي ار سكوير. الفوليوم في النادل 20 times 10 power negative 6 divided by 22 over 7 في الار سكوير اللي هي 0.4 ملي 10 باور نيجاتيف 3 ملي، كل دوت باور 2. يلا بقى نكتب دوت بقى كده 20 times 10 باور نيجاتيف 6 على 22 over 7 times نفتح براكت 0.4 ملي ادي ملي اهو باور 2، ونشوف الفيلوسيتي هتطلع بكام. طلعت ب 39.772 39.772 يعني approximate 0.8 ده في السرنج او في النيدل. pump left water from lake. لا الليفت دوت الرفع مش علينا، المسألة دي هنلغيها، علينا الهوريزونتال فقط ما عندناش الفيرتيكال. 3 valves can fill a tank. 3 valves بيملوا تانك، يكون شبه مسألة كنا واخدينها، واحدة في ربع ساعة، واحدة في نص ساعة، واحدة في ساعة. لو اتفتحوا مع بعض عايز التايم taken to fill the tank، يبقى التانك الأولاني والتانك التاني والتانك التالت. خلاص، بناخد على أكبر تانك. أكبر تانك بياخد في ساعة، ساعة هيملى تانك، ده نص في الساعة هيملى تانكين، ده في الساعة هيملى 4، يبقى في الساعة كلهم يملوا 7، يبقى التايم 1 over 7 hour. فنشوفه تطلع بكام 1 over 7 per hour. ده كده ده الحل بالاور. خلاص، طب عايزينه بالمينت. الاور الساعة فيها كام دقيقة؟ 10 دقايق 60 دقيقة، يبقى هيتضرب في 60
يطلع الحل ب 857 minutes. 857 minutes وهو الحل الموجود. الكويستشن اللي بعديه. بكده حبايبنا يبقى خلصنا الليسون. اشوفكم على خير باذن الله في ليسون جديد. خلصنا ليسون ده من الليسونز التقيله، بيجي كتير في الامتحان، الطلبه متبقاش منتبهه للنقطه دي. الطلبه خلاص بتبقى فرهدت وفاكره ان الامتحان كله لايت، بتفاجأ بان الاماونت بتاعت الكويشن بتاعت الشابتر ده، طب بالاخص الليسون دوت في الامتحان بتبقى كتيره، ولا درجات تقريبا حوالي ربع درجة الامتحان. فاهتم جدا بالشابتر الاخير لانه ما هواش برضو سهل، فيه شغل كتير ومحتاج تركيز. اشوفكم على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفكرك ان انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك النوتيفيكيشن بتاعتنا اول باول.